طبعا مفيش حد يقدر يقول حاجة خالص على بسكوت الزبدة، البسكوت اللي طعمه محفور من زمان في الذاكرة عندنا في الأعياد والمناسبات، بطعمه ولذته وجماله. لما كانت جدتي الله يرحمها بتعمله او ماما ربنا يديها الصحة، طعمه كده بيدوب في البق، طعمه ما يتنسيش خالص خالص. بس النهاردة بقى هعملك فيه شوية تكات وحركات وأطعمة مختلفة، بحيث ان احنا نجدد وننوع فيه. وكمان واحنا ماشيين في الفيديو كده هقولك خطوات وحاجات كده تقدري تعمليها وتغيري ايه وتحطي ايه وتشيلي ايه، بحيث ان انتي تاخدي نتيجة ممتازة بجد. طعم محدش هيختلف عليه، وكمان طريقة التسوية اللي هتقدر تطلعلك نفس النتيجة دي، تسوية مظبوطة من فوق وتحت، مفيش اختلاف عليها خالص. بس قبل ده كله ما تنسيش السبسكرايب واللايك والشير والكومنت الجميل منك اللي بيساعدني اكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. ان شاء الله النهاردة هنعمل بسكوت الزبدة. طبعا بسكوت الزبدة معظمنا او كلنا عارفين مقاديره كويس، بس اهم حاجة الخطوات المظبوطة والمقادير كمان مظبوطة. الاول جبت 100 جرام سكر بودر منخول، اهم حاجة منخول، هننخله الاول وبعد كده نوزن 100 جرام. 100 جرام اللي هو 3/4 كوباية معيارية. وحطيت عليهم 200 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني هي متماسكة. لو في الصيف بتطلعيها من التلاجة عادي وتسيبيها مثلا ربع ساعة وتشتغلي بيها، لكن احنا في الشتاء كده هي متماسكة وحلوة. تمام، بدأت اضربهم بالمضرب الكهربائي، مش هينفع مضرب يدوي بقى في دي. ضربتهم كويس بالمضرب الكهربائي، وكل شوية بحاول ألم بالاسباتيولا من تحت علشان لو في سكر بواقي منه باقية تحت في البولة. هضربهم حوالي دقيقتين كده لغاية ما ينعموا، وبعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة فانيليا باودر. حابة تحطي فانيليا سايلة مفيش مشكلة خالص، انا بس البسكوت ده بالذات بحب احط فيه فانيليا باودر علشان انا عايزة اللون بنفس الدرجة دي، وكمان الاضافات اللي هحطها بعد كده هتديني نفس درجة الفانيليا السائل، فانا مش عايزة اغير لونه الاساسي. خلاص كده ظبطتهم ولميت بالاسباتيولا كويس. هجيب عليهم 300 جرام دقيق منخول متعدد الاستخدامات عادي، كوبايتين دقيق بالظبط، وهبدأ اضيفهم واحدة واحدة. انا ليه هنا بضيف واحدة واحدة؟ علشان طبعا بسكوت ما يعيش معايا. لو حابة تعمليه بالقمع، اول تركاية معانا هنا، لو حابة تعمليه بالقمع هتعمليه تضربيه بالمضرب الكهربائي، مش هتعملي بايدك ولا بالاسباتيولا خالص، هتضربيه بالمضرب مع الدقيق كله هيطلع لك خليط يتعمل بالقمع. لكن انا عايزة اشكله بايدي، هعمله بايدي كده. ودي فرق، يعني هو الفرق مش في كمية الدقيق على قد الفرق ما التكنيك اللي انت هتعمليه في الطريقة نفسها. خلاص كده حطيت الدقيق كله ولميت العجينة، لميتها بس طبعا ما عجنتهاش وبقت بالشكل دوت. هقسم العجينة، انا خدت 100 جرام من العجينة في طبق و200 جرام من العجينة في طبق تاني، والباقي هسيبه فانيليا زي ما هو. ال100 جرام هحط عليها نص معلقة صغيرة خالص قرفة، وال200 جرام من العجينة هحط عليها نص معلقة كبيرة كاكاو خام. وهبدأ اشكل بقى والم الكاكاو والم القرفة، وهيطلع معانا 3 الوان هنشتغل بيها. ما تخافيش من القرفة خالص في الوصفة دي، هيديك طعم تحفة تحفة بجد، فظيع فظيع جدا جدا. وانا بشكر طنط جارتنا طبعا اللي كانت قايلالي على موضوع القرفة دوت، وبقالي تقريبا 20 سنة باكله بنفس الطعم، ممتاز ممتاز ممتاز. لو ما جربتوش قبل كده حاولي تجربيه، هيعجبك جدا. هاخد بقى من كل نوع، هاخد 25 جرام، هاخد 4 قطع، كل قطعة 25 جرام من كل نوع، علشان نشوف هنشكلهم ازاي مع بعض. انا القرفة كده انا كنت مظبطاها ان انا اخد 4 قطع و25 جرام، عشان كده كنت حطاها 100 جرام بس. الكاكاو انا هحتاجه في اشكال تانية في باقي الفيديو، فعشان كده زودت فيه. والفانيليا طبعا زودت فيها براحتي، يعني بقية العجينة كلها كانت فانيليا. هبدأ اخد كل قطعة اعملها كده زي الباتون ساليه بالظبط، افردها
بنفرد من النص للحرف بالراحة كده علشان البسكوت ما يتقطعش معاكي، ولو اتقطع مفيش اي مشكلة، هتلميه بايديكي بتلم بسرعة جدا. هحط واحدة فانيليا وواحدة كاكاو وكمان معاهم واحدة قرفة. شوفي لون القرفة مقارب للون الفانيليا ازاي. الفرق بسيط طبعا، القرفة باينة فيها بس بسيط، عشان كده انا ما حطيتش فانيليا سايلة في الوصفة دي بالذات، علشان لو حطيت فانيليا سايلة القرفة مش هتبقى باينة قوي. وهبدأ ألمهم على بعض كده بالراحة بالورب كده لغاية ما يعمل لي الشكل دوت. وانا قصده هنا اعمل الشكل ده منعكش كده، علشان لو لميتي بسرعة هيحصل معاكي كده. دي تاني تركية. لكن لما تلميها بالراحة وتديها، هنشوف في بقية الفيديو. هنقسم هنا على حسب ما انت عايزاها ستيكس زي ما انا عاملاها كده، عايزاها قطع صغيرة، اي حجم انت عايزاه تشكليه زي ما انت عايزة خالص. اهم حاجة تمشي الخطوات مظبوط. طبعا احنا مش هناخد بالحركة اللي انا عملتها دي خالص، عشان هوريكي كمان بعد التسوية ايه اللي هيحصل في دي بالذات. لكن تعالي بقى نشوف احنا هنعمل ايه في دي وازاي هتطلع معانا مظبوطة وممتازة في الشكل واحنا بنشكلها، وكمان بعد التسوية. هفردها طبعا زي ما فردنا الاولانية خالص. اهم حاجة بقى في الوقت دوت تكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة من 160 ل 170، يعني اقل من الكيك بحاجة بسيطة. الحرارة بتفرق معانا في التسوية كتير، بالذات في البسكوت الزبدة. احنا مش معانا بيض، مش معانا مواد رافعة ولا اي حاجة، احنا بنعتمد كل شغلنا على الزبدة. لو درجة الحرارة عالية هيستوي بسرعة. بصي اللفة دي بقى بنلفها مظبوط كده، وكمان بعد ما لفها ببرمها بايدي تاني بحيث ان الشكل يثبت ويرفع معايا شوية، مش هيفرش معايا في التسوية. الشكل ده شوفي في التسوية هيبقى ممتاز جدا، وهوريكي بعد التسوية شكله عامل ازاي. زي ما قلنا اهم حاجة درجة حرارة الفرن من 160 ل 170، مش اكتر من كده. شوفي كمان واحدة كمان معايا، سهل جدا جدا. وتشكلي شايفة تبرميها كده هتطلع معاكي ممتازة. ولو اتقطعت زي ما اتقطعت معايا تك عليها بصباعك كده ترجع مكانها، مفيش اي مشكلة. وهقطع برضو وارصها في الصينية ما دهنتهاش حاجة خالص، احنا معانا كمية زبدة كافية ان هي ما تلزقش. خلاص دي خلصت، والفرن كان شغال بقاله 10 دقايق على درجة حرارة 165 او 170 تقريبا، مش فاكرة كنت ظبطاه ازاي. ودخلته، وهاجي بقى للصينية التانية. عقبال ما الصينية الاولانية تستوي هنكون شكلنا التشكيل التاني. حطيت انا كده ما عنديش هنا قرفة بقى، القرفة كانت في الشكل الستيكس. هنا بقى هنقطعه بالقطاعات عادي ونفرده، بيتفرد معاكي زي الفل وحلو وكويس، مفيش اي مشكلة خالص. بس بفرد بكيس تلاجة من فوق علشان ما يلزقش في النشاب. وبفرد بسمك ربع سنتي، ما تكتريش السمك علشان يطلع معاكي ممتاز جدا. وهبدأ بقى ايه، عملت واحدة فانيليا وواحدة شوكولات، واحدة فانيليا بحيث ان انا اعمل الشكل نص فانيليا ونص شوكولات. هيطلع معاكي جميل جدا ومميز. شايفة عامل ازاي؟ والافضل طبعا انك تشتريه بسكرابر او بشيالة الحلويات علشان ما يتقطمش معاكي، عشان طبعا هو بسكوت رقيق وخفيف ومفهوش عجين يعني. بصي ممتاز، شكله جميل جدا ولطيف ولذيذ. وكمان دي هنخلصها هي كمان وندخلها برضو فرن على درجة حرارة 160 ل 170. هتاخد بالظبط من 15 ل 25 على حسب حرارة فرنك، يعني على حسب فرنك بتطلع. اهم حاجة انك ما تطلعهوش لما ينشف خالص، بيطلع يعني ايه طري بسيط جدا، يعني مش طري قوي. تكي عليه من فوق كده وهو في الفرن، ايديكي ما تنزلش جامد فيه، ده كده بيبقى استوى وزي الفل. وكمان لو هتطلعي واحدة بتبقى شكلها من تحت زي ما انت شايفة كده مستوية، الوش ما بيتحمرش. هو لونه بيختلف بسيط عشان بيبقى استوى لكن ما بيتحمرش.
تعالي بقى اما اوريك الفرق ما بين اللي انا لفتها كويس واللي انا ما لفتهاش كويس. دي اول واحدة انا لفتها، دي ما لفتهاش كويس. دي تاني واحدة، شوفي اللفة عاملة ازاي، مظبوطة وممتازة وجميلة. انا حبيت ان انا اوريك الفرق ما بين الشكلين علشان تعرفي ازاي اللي بيطلع اللي بنخدمه كويس في الشغل اللي بيطلع كويس. هنا انا كان عندي كنت مساحة شوكولاتة عشان كنت بعمل بيها حاجة تانية، فقلت اما احط 2 بشوكولاتة كده ولا حاجة، بس انا ما بحبوش من غير يعني ما بحبوش بشوكولاتة خالص. انا بالنسبة لي المفضل بالنسبة لي انا باكله كده. جربي طعم القرفة في بسكوت الزبدة، هيطلع معاكي روعة 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 بجد، مميز وجميل ولذيذ. تحسي بقى الأطعمة الجميلة كده داخلة في بعضها، القرفة من بعيد على على الفانيليا اللي احنا عارفينه، الشوكولاتة معاه، حاجة كده ممتازة. طبعا عمل معايا الصاجين دول كمية محترمة جميلة، تقريبا 3/4 كيلو تقريبا طلع. ممتاز ممتاز، حاجة لذيذة وخفيفة وجميلة، ما بتاخدش وقت معاكي خالص في التسوية، مميزة جدا في الأكلات، في الأكل. ممكن تعمليها هدية وتهادي بيها صديقة في أي مناسبة عندها. في أعياد الميلاد بيكون مميز وطعمه جميل جدا جدا جدا. طبعا هو مش مكلف بالنسبة لأي بسكوت تاني، طبعا احنا شلنا البيض وحطينا زبدة بس مش أكتر. بتنقي نوع زبدة كويس محترم كده. أنا عاملة الزبدة اللي هي القوالب اللي بتتباع في سوبر ماركت، اللي هي القالب كيلو، بس انضف نوع فيهم، محترم جدا وطعمه مميز وحلو، وبيطلع معاكي النتيجة ممتازة زي ما انت شايفة. وما تنسيش كمان تشوفي بسكوت اللوز اللي انا عاملاه، هسيبهولك في اخر الفيديو دوت، مميز وطعمه جميل جدا. باي باي.